أهلا بحضراتكم من جديد. خسرت السودان وخرجت بعد أداء خصوصا في هذا اللقاء أمام منتخب السنغال يعتبر الأداء المشرف المميز الرائع. استطاع تسجيل هدف، افتتح التسجيل، تقدم أمام السنغال ولعب ببسالة من خلال هذا اللقاء، إلى أنه خسر في نهاية المطاف ب3 أهداف دون مقابل، حيث سجل منتخبي السنغال هدفين في الشوط الأول وهدف آخر في الشوط الثاني، وكانت هذه اللقاءات هي اللقاءات الافتتاحية. دعونا أيضا نذكر مشاهدينا الأعزاء من جانب آخر، حيث تغطية بين سبورتس زالت مستمرة لكأس أفريقيا كاف توتال انرجيز 2025. نشاهد وإياكم هذا الاستوديو الخاص بلقاء منتخب مالي ومنتخب تونس، ويظهر في الصورة نجم الكرة التونسية سابقا كابتن حاتم الطرابلسي، ويتواجد أيضا كريم حقي نجم الكرة التونسية سابقا، وكابتن محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية وبطل أفريقيا، وتواجد الزميل محمد سعدون الكواري في التغطية لاستوديو لقاء مالي وتونس، اللقاء المنتظر لتونس على وجه الخصوص كطرف عربي أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا منتخب مالي. نقول حظ أوفر لكابتن هيثم مصطفى هذا الخروج أمام منتخب السنغال، إلى أن لعب منتخب السودان أمام السنغال بطريقة رائعة، بطريقة مميزة، افتتح التسجيل، حاول من خلال هذا اللقاء واستقبل 3 أهداف. أكيد يعني إذا نظرنا قبل المباراة يعني ما في حد كان بيتوقع انه مثلا المنتخب السوداني يحرز هدف لسبب بسيط، انه امكانيات لعيبه المنتخب السنغالي انه منتخب مرشح من قبل البطوله، مرشح هو في كاس العالم بامكانيات لاعبين على مستوى عالي بيلعبوا في افضل الانديه الاوروبيه، فمجهود مقدر من اللاعبين، هدف جميل، تمركز، تسديد، بينبه المنتخب عن امكانيات بعض اللاعبين الجيده، قادر انه المنتخب انه مع مرور الوقت انه يعني والمشاكل اللي حدثت انه يعني يحصل تغييرات كثيره في المنتخب، وهي مثل هذه المباريات تعطيهم صيغه. انا شاكر اللاعبين على ما قدموا يعني، ويعني خلوا الشعب السوداني كله يكون معاهم، يكون منتظر مباراه المنتخب السوداني في ظل الظروف اللي بيعيشها السودان. فاداء اكثر من جيد، اداء اكثر من رائع. كره القدم بتعتمد على الاخطاء، هم لاعبين محترفين يعتمدوا او كان استفادوا من اخطاء المنتخب السوداني الدفاعيه خصوصا على مستوى الدفاع، واحرزوا الاهداف، لكن اداء مشرف، اداء جميل، اداء رائع. وصراحه الواحد يعني ما في كلمه ممكن تتقال اكثر من انه هم قدموا على حسب امكانياتهم لعيبتنا، وده افضل ما عندهم، وافضل ما عندهم كان بالنسبه لنا في ورضا. اكيد استمع لساديو ماني قال واشار بان هذا الهدف الافتتاحي عاقب منتخب السنغال بناء على عدم التركيز كابتن يوسف بشكل كبير من خلال هذا اللقاء مع الافتتاحيه لمنتخب السنغال، لكن منتخب السنغال بعقليه لاعبيه استطاع استيعاب الموضوع اكثر بعمليه تقدم منتخب السودان، شعر بالخطر، من ثم استطاع اداره المرور او اداره العبور من خلال هذا اللقاء بطريقه ذهنيه، بتمعن اكثر، بمحاوله مواكبه السودان وتسجيل 3 أهداف. طبعا اول شيء هارد لك لهيثم المنتخب السوداني، انا في اعتقادي كانت هي افضل مباراه قدمها طيله هذه البطوله. صحيح انه خسر لكن لعب بشكل افضل، خصوصا النص ساعه الاولى من الشوط الاول. الشوط الثاني مع التغييرات كذلك حاول ما امكن انه يسجل هدف التعادل، لكن عندما يتقدم فريق دائما يريد التسجيل تكون هناك مساحات، استغل فريق منتخب السودان بشكل جيد وسجل منها هدف الثالث. وهنا الهدف الاول وهدف الرائع، احد افضل الاشياء اللي حصلت ربما من منتخب السودان انه يسجل هدف من احد احسن الاهداف في هذه. تشعر بان رغم الخساره تشعر بان منتخب السودان استفاق متاخرا في هذه البطوله، يعني كان من الممكن ان يقدم مثل هذه شوف لا ننساوش مثل هذا الاداء في طبعا لا ننساش ان هناك ظروف صعبه اللي يعيشها السودان، ليس هناك دوري، هناك مشاكل كثيره في البلد، وبالتالي حتى على مستوى الاستعداد لم يكن هناك استعداد جيد، ظروف اللاعبين، كل هذه الاشياء كذلك تحط في الحسبان. رغم ذلك انا في اعتقادي قدم بطوله جيده. الدور الثاني كان انا في اعتقادي شيء مهم وانجاز بالنسبه للسودان على الظروف كما قلت، اللي واجه منتخب صعب ومنتخب كما قلت احد المنتخبات المرشحه للفوز بهذه البطوله. وهنا تعطيك الهدف دخول اللاعبين، عنده دكه لاعبين مهمين، ولاعبين دائما عندما يدخلون يغيرون النتائج. هنا بخصوص لاعب باريس سان جيرمان باي اللي في اعتقادي لاعب مهم ولاعب شاب، لاعب عنده امكانيات كبيره جدا، تقريبا 18 سنه،
لكن يحتاج دقيقتين تقريبا او دقيقه لتسجيل الهدف. كل مباراه اللي يدخل فيها الا ويغير النتيجه ويعطي دائما الافضليه للهجوم فريق المنتخب السنغالي. السنغال عنده مواهب كثيره، سيس، ضيوف، جيل مهم من اللاعبين الشباب كذلك، مع لاعبي الخبره كماني، كمندي، وإدريسا كذلك، وكوليبالي، هذو اللاعبين الخبره مع اللاعبين الشباب. يستحق هذا الفوز. سير المباراه بشكل جيد، تحس ان حتى عندما سجل عليه الهدف بقى بهدوء يلعب ويصنع الفرص. سجل الهدف ثم الهدف الاخر الثاني في الشوط الثاني، ثم الشوط الثاني مع التغييرات سجل الهدف الثالث. فوز مستحق. والآن كما قلت الآن ستبدأ البطولة بشكل جيد. يعني الآن خروج المغلوب عنده دائما جزئيات صغرى تلعب عليها مثل هذه المباريات. أخطاء ارتكبت على منتخب السودان، خصوصا الهدف الأول هدف التعادل، فتح أكثر، حرر أكثر لاعبين منتخب السنغال وسجل من الأهداف. معنا لعامر عبد الله مسجل الهدف الوحيد والرائع والجميل مع افتتاحية هذا اللقاء، بالرغم من التقدم بهدف دون مقابل كابتن وائل، إلى أن منتخب السودان شكل خطورة أيضا على مرمى السنغال. في الشوط الثاني ايضا بالرغم من التاخر بهدفين مقابل هدف، ايضا لشادي عز الدين كان هناك انفراد، كان من الممكن ايضا احراز هدف التعادل حينها او التقدم من خلال هذا اللقاء. فعلا هارد لك للمنتخب السوداني عبد العزيز، عمل مباراه كويسه، وانا اتفق معاك ان هي افضل مباراه للمنتخب السوداني في البطوله بالنظر الى المنافس وهو منتخب السنغال. دي الفرصه اللي في يعني الفرصه اللي ضيعها لاعب السودان بعد الهدف الاول، كانت لو اتسجلت ممكن تكون هدف ثاني للمنتخب السوداني وتبقى يعني من ضمن مفاجآت البطوله اللي ما حصلتش لغايه دلوقتي. انما يشكر لاعبي المنتخب السوداني على الاداء والروح اللي لعبوا بيها عبد العزيز. المنتخب السنغالي منتخب يعني في مباراه النهارده والمباريات اللي قبل كده اثبت ان هو من افضل المنتخبات اللي تمتلك فرديات، لعيبه عندها مهاره فرديه يا عبد العزيز تقدر ان هي تحسم المباريات بيها، وده اللي حصل في مباراه النهارده. ده هنا الفرصه اللي اضاعها اللاعب شادي في بدايه الشوط الثاني، وكانت ممكن تعود بالمنتخب السنغالي للتعادل. التعامل معها بشكل طبعا، واللقطات دي بتبين ان المنتخب السنغالي عنده نقاط ضعف كتيره، مش الفريق المرعب في البطوله، وتبين ايضا ان المنتخب السوداني يمتلك هجوم على مستوى عالي. اكيد. فانا بقول لك المنتخب السوداني كسبان كتير جدا في البطوله دي. من ضمن المكاسب عامر عبد الله اللاعب اللي سجل هدف عالمي بصراحه في بدايه المباراه، ومكسب للفريق السوداني اللاعبين الشباب دول، واضافه في وقت صعب جدا للكره السودانيه، وتوقف بدون اعداد، بدون مباريات وديه، بمشاكل حرب موجوده في البلد. فكل ده يعني بصراحه صعب على اللاعبين وعلى اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب السوداني. فهو خروج مشرف ليهم بصراحه باداء عالي جدا. ولكن السنغال تبقى من الفرق الكبيره والفرق المميزه في البطوله بالفرديات اللي يمتلكها الفريق. شفنا النهارده ماني واسماعيل يسار والبدلاء اللي اتكلم عليهم يوسف عملوا اضافه كبيره للفريق، مع فريق وخصم اكبر من الفريق السوداني، اقوى من الفريق السوداني. هتبقى السنغال مش بالحاله اللي احنا شايفينها، يمتلكوا لاعبين جيدين وحلول فرديه، ولكن مع الفرق اللي زي المغرب، الجزائر، تونس، مصر، هيبقى المباراه مختلفه تماما عن اللي احنا شفناه النهارده. شكرا لجابر العربي. لاحظنا بان جابر العربي يتخاطب مع عامر عبد الله شادي عز الدين باللغه الاجنبيه واللغه الانجليزيه كابتن هيثم، مما يعني بان هناك لاعبين يتواجدون في اوروبا او في مناطق مختلفه او ترعرعوا في بلدان بعيده عن السودان بشكل كبير، مما يصب ايضا في مصلحه المنتخب السوداني على المستقبل القريب او المستقبل البعيد، بان يتواجد لاعبين ينشطون في دوريات على مستوى عالي. بالتاكيد عبد العزيز، لكن يعني انا بشوف ان السودان منجم بتاع موهبه لاعبين. اذا كان في اكاديميات داخل السودان في اللاعبين، في الموهبه، ممكن التطوير الجيد، وعندنا الامكانيات الجيده. دائما بتكلم عن اللاعب السوداني بيعتمد على مهارته. اذا لاحظت اللاعبين المعون وهم وصلوا لدوري 16 دي مهاراتهم الخاصه، ما في لاعب مكون مهارات فرديه، مهارات كل واحد ولعبه لوحده. لكن نحن اذا تكلمت عن بتتكلم عن كره جماعيه وتصنع كره جماعيه، الاول والاهم انك تهتم بالاكاديميات، تصنع جيل مختلف، لاعبين مختلفين بامكانيات مختلفه،
والبلد قادره انها تصنع اللاعبين، لانه موجودين عندك لعيبه موجودين داخل بلدك اعمار صغيره، انك تقدر تهيئهم التهيئه الكويس للمستقبل، انه يصنعوا لك اجيال جيده في كره القدم. صح الاستعانه باللاعب المحترف، يعني بعتقد انت بتتكلم عن السنغال، لاعب بيلعب في بيرتون، لاعب بيلعب يعني في ساندرلاند، لاعب بيلعبوا في فرق اصحاب امكانيات عاليه، ايفرتون، اسماء كبيره في كره القدم. يعني اذا انا اضاهيون محمد صلاح في ليفربول، اضاهي بلعيبه نتكلم اوناحي، بنتكلم في لعيبه بيلعبوا في المغرب في نفس المستوى. لكن انت لما نتكلم في لاعب بيلعب في فريق درجه ثانيه درجه ثالثه، في فروقات حتى في المستوى بين امكانيات لاعب ولاعب. اذا انت عايز تصنع جيل، ابدا من عندك، ابدا صح، حتمشي في المستقبل بالصوره الصحيحه، لكن البدايه لازم تكون من داخل الارض. اتاخرت البدايه كثير في السودان في الامكانيات، في اللاعبين، في الموهبه. كيف انك انت تقدر تنشئ اجيال بشكل جيد في اعتمادك على الاكاديميات من داخل السودان؟ افتكر انه ده اكبر حل وافضل حل، وفي اسرع وقت المفروض هي تتكون، لانه حتغير خارطه الكره السودانيه. جابر العربي، كابتن يوسف، كنت بيتعلق على كابتن هيثم بما يخص الاحتراف واللاعبين والاكاديميات. ان شاء الله تستقر الاوضاع ونجي نفتح اكاديميه هناك ان شاء الله. ان شاء الله. انت معك كويس. نفتح البرنس الاول، يفتح اكاديميه البرنس ان شاء الله. يفتح لنا الطريق هو واحنا نفتح الاكاديميه ان شاء الله. لا لكن معنا عبد العزيز، كابتن هيثم يقول انا معك قلبا وقالبا مع السودان قلبا وقالبا. الله يكرمك. لكن كابتن هيثم يتحدث عن موضوع بان تتواجد المواهب في السودان، طبعا يجب الاعتناء بها بشكل كبير، تقديم لها الرعايه المطلوبه لكي تكون وتشرف منتخب السودان في المستقبل. وهذا هو الاساس وهذا هو النجاح. دائما الاهتمام اكثر. نتمنى اول شيء ان شاء الله يرجع الامن والاستقرار والامان ان شاء الله للسودان، والاستثمار اهم شيء في القاعده. هذا هو النجاح، القاعده والشباب، اكاديميات، مدارس، الانديه كذلك على مستوى الانديه يكون اهتمام اكثر للفئات السنيه، ومن ثم تحط خطه وان شاء الله نشوف منتخب السودان يعود لما كان عليه في السابق ان شاء الله. ان شاء الله. وصلنا طبعا لختام هذه التغطيه مشاهدينا الاعزاء من تغطيه لقاء السنغال والسودان. اشكر في الختام محللي بي ان سبورتس نجوم الكره العربيه كابتن هيثم مصطفى، كابتن يوسف شيبو، وكابتن وائل جمعان. شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا على المتابعه. هذه تحيه من فريق العمل هنا في بي ان سبورتس، الى اللقاء.